شوفوا معايا البنات، هاد المخمار، هاد الملوي مخمار كيجي رائع، ذهبي، كيجي غزال، واحد الرويحه طالعه ما شاء الله، كيجي فن البنات. في المقادير عندي 3 زليف ديال الفورس اللي مغربلين، وجوج زليف ديال الفينو. 3 فورس، جوج فينو، معلقه ديال الملحه، معلقه ديال الخميره، معلقه مسوحه ديال الخميره، وغادي نضيف معلقه ديال العسل باش كيعطينا القرماشه. وغنعجن العجين دابا بالماء سخون، ما دافي شويه، ماشي سخون بزاف، دافي شويه. غادي نبقى نجمع في العجين حتى نجمعو، وغادي ندلكو شويه وغنوريكم القوام ديالو. البنات بعد ما سالي الدليك ديال العجينه كيولي على هذا الشكل هذا. العجين قريب شويه ديال المسمن، ولكن كيكون شويه مرخوف عليه بما انه فيه الخميره. صافي البنات غنخليها ترتاح واحد شوي، واحد 2 دقائق ولا 3 بين ما جمعت شويه، وغادي نرجع نوجد الزيت باش نديرها كويرات. غندير كويرات موالين، بهذا الشكل هذا. ما درت مكويرات، غنخليهم يرتاحوا واحد شوي باش ملي نجي نطلقهم دغيا يطلقوا. بالنسبه للزبده، اللي ما كيبغيش المذاق ديال الزبده سواء الملوي مسمن، انا دائما فايته مشاركه معكم كندير الفاني. اليوم ما عنديش، غادي نشارك معكم نكهه واحده اخرى اللي هي هاد النكهه ديال اللوز. غادي ندير منها راس معلقه بحال ما هكا في الزبده. يلا ذوبتها دابا باش تعطينا داك هنا البنات. من بعد ما دازو واحد 3 دقائق تقريبا بين نتوما وجدت كلشي. شفت العجينه ديالي لقيتها راه مزيانه، يعني بلا ما نزيد نخليها ترتاح باش ما تخمرش. المهم البنات كناخذ الزيت قد ما كان عندكم سطح العمل كبير قد ما مزيان. انا البنات هنايا غادي نديرها فوق الورق باش نبقى نصور هنا، حيت البلاصه الاخرى اللي عندي قريبه سميتو عندي ما فيهاش اضاءه مزيان. هنا كتكون عندي الاضاءه احسن، شي علاش غادي نبقى غير هنا. درت هذا الورق وغنسرح منه. نتوما قد ما كان عندكم سطح العمل كبر من هذا اللي عندي قد ما افضل، لانه غادي تكونوا مرتاحين في الخدمه ديالكم وغتسرحوا العجينه مزيان. المهم كنبدا نسرح باستعانه بالزيت، واخا هذا الورق ما كيساعدش لانه كيبدا يتحول. كاين على ود التصوير نصبروا باش يجي التصوير هنا كيجي واضح. حاولوا تسرحوا مزيان مزيان العجين ديالكم. انا كنبغي نجر، الا كنتو تسرحوا فوق شي رخامه ولا سميتو كيكون ولا شي طبله تكون شويه ملسه كيكون افضل. كتبغيو تجروا كيتجر معاكم، ماشي بحال الورق يكون شويه صعيب في الخدمه. المهم البنات دابا سرحتها، غادي ندير شويه الزبده هكايا، وغادي ندير السميده ديك الرقيقه اللي كنديروا بها البغرير، كنديروا بها الحرشه. وغنبدا نطوي بحال هكا باش يكون واضح. نضيفوا شويه الزبده شويه الزيت، وكنبداو نقرب شويه الكاميرا هنا. كيف ما فايته شاركه معكم واحد الفيديو ديال المسمن ديال الملوي بلا خميره بهذا الشكل هذا، نفس الطريقه ديال الطي. كنبداو جايين كنطويو بحال ما هكا.
وغنخليه على جانب كيما هكايا حتى غندير الكويرات. غندير واحد العدد ديال الكويرات 4 ولا 5 وعاد نبدا عاوتاني كنلوي ان شاء الله. الناس كنت بنسرح 4 وانا نقول خلينا نسرحهم كاملين وعاد نبدا نطوي فيهم. ديجا كاين عندنا الزبده لداخل، كلشي عندنا لداخل. هنايا غادي ندير غير الزيت، هذه كنديروها بحال ما هكا وكنبداو ما كنكرزوش، كنبداو غاديين وكنلويو بلا ما نكرزو بحال ما هكا. ما كتشوفوا من هنا كيبقى واحد شويه ديال الخاوي، نهزو هكا حتى كتبان هكا. عاد كندويو هكا، يعني كنرخفوا يدنا ملي كنكونوا كنزربوا، كنرخفوا يدنا. انا كندير لكم بالعرض باطي باش يبان لكم. هاد الاخرين شويه هكا قصير غادي نغرسو بحال هكا ونمشي داخل كايا كوليها واحد شويه بحال هكا. اللي بغى يجمع هذا، اللي بغى يجمع هاد كيبغيها تجي مسدوده حتى من هنايا يقدر يجمعها. هنا البنات صافي ساليتهم وحطيتهم. دابا بديت بغيت نقرص واحد وحده، لقيت باقي شويه، قلت غنخليهم واحد 3 دقائق حتى 5 دقائق يرتاحوا وغادي نبدا نطيب فيهم. بس غنبدا باول وحده صايبتها باش تكون ترخفات اكثر من الاخرين. صافي كنبدا نقرص بها هكا، كنخليو شويه غليوض واحد شويه، ما كنرقوهش بزاف بحال العادي بحال اللي ما فيهش الخميره. هذا كنخليه واحد شوي غلظ منه. كنهز المسمنه بيدي بحال ما ولا الملويه، كنحط على الجهه اللي كانت لتحت نيت، اللي كنت كنسرح عليها هي نيت كنحط عليها بالطريقه هذه. كنخليوها البنات شويه هكا على الجنب اللي حطينا عليه حتى كتشوفوا بحال ما هكا بدا كيتنفخ شويه وكيبانوا فيه شويه الفقاعات. شويه كنخليوه يطيب عافيه تكون متوسطه البنات. غادي نقلب دابا. وكيجي فيه واحد اللون غزال، اللون ديالو كيجي فن حقاش فيه الخميره وفيه العسل، يعني كيجي فيه اللون، كيجي فيه اللون ذهب. يمكن لكم البنات غير طيبوه بحال ما هكايا من جهتين وتحتفظوا به تحتفظوا به في الفريغو. انا دا غادي نحتفظ به، ما غاديش ناكلوه كامل. ملي كتجبدوه وكتسخنوه بحال يلا صايبتوه. صراحه الا جربتوه غتعتمدوا وغيولي غتوليو ديما كديروا، لانه دغيا كيتصايب والنتيجه كتجي زوينه، كيجي مقرمش من برا ورطري من الداخل. واخا تحتفظوا به حتى مده طويله كيبقى زوين. فقط تحتفظوا به بالفريغو، ملي تجبدوه شويه تخليوه يطلق شويه وتسخنوه. شوفوا البنات هنا قد ما ترخاف العجينه قد ما كتولي كدير لنا هاد بحال هكا كتولي رطبه في الخدمه ديالها، ولكن ما خصهاش تخلوها بزاف باش ما في نفس الوقت ما خصهاش تخمر. هنا البنات صافي حتى غادي نحيدها صافي.
وغادي نجيب الاخرى. هذه البنات الثانيه، نسيت نقلب. ما شاء الله كتيجي خفيف مقرمش من برا ومن الداخل كيجي طري. الناس بقاو الدور حتى كيطيب. الا كانت عندكم البنات المقله شويه كبيره تقدروا ديروا جوج. انا بعد ما طابت هذه لان كما قلت لكم ما غنحمروش بزاف حيت غادي نحتفظ به، حطيت هذه حداها. هانتوما البنات تبارك الله هو تيطيب تيبدا يتحل ما شاء الله. الجنيبات سخون بزاف ما شاء الله اللهم بارك. هذه هي النتيجه البنات من بعد ملي كنساليو البنات كنخبطوا بحال ما هكا السمن ديالنا باش عفوا الملوي باش كيتحل. تبارك الله شكون تيجي ما شاء الله اللهم بارك، يجي كامل محلول. شو الوسط نبقاو نضربو هكا من الجناب البنات. شفتو كيجي كامل محلول اللهم بارك، وكيجي ناشف من الداخل. شوفوا البنات اللهم بارك، شوف رائع. شوف كيفاش كيجي حتى من الوسط البنات، شوف محلول اللهم بارك من الوسط ديالو محلول. ها ما شاء الله شفتوا.